بس عشيق خلص يطيل العروق وهو دربي ومسلكي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نحن خدمة موكب وحسينية أنصار الحوراء أهالي المشخاب عمود 898. نبدأ مختصرة عن تاريخ الموكب. تأسس الموكب 2004 وباشر في العمل في خدمة زوار أبا عبد الله الحسين في 2005 في حسينية أنصار الحوراء. الموكب يتمحور عمله على أقسام، وهذه الأقسام نقدر نقول عنها كدائرة رسمية كل شعبة بميدان عملها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أساسا كان خيم ومن ثم بدأ بالبناء، ومن بعد ذلك تقسم أقسام وأصبحت فيها أجنحة. جناح خاص للطبخ الوجبات الرئيسية. حاليا بالوجبة الرئيسية نبتدئ، هي آخر قسم عندنا اللي هي الوجبات الرئيسية. عندنا هنا الأستاذ عزيز أبو أحمد هو مسؤول عن الشفت اللي قواك الله يقوي حيلك، الله يهديك، الله يوفقك وموفق ان شاء الله. عندنا 3 وجبات. نعم. الوجبه الصباحيه بيض. نعم. والوجبات الغذاء عندنا اما نسوي مرقة بانيه وتمن او باذنجان او فاصوليا او عدس. هسه انتم اليوم طابخين؟ هسه احنا اليوم طابخين مرقة بانيه. اي. القسم الثاني اللي من بعد الوجبات الرئيسيه اللي يجهز الوجبات السريعه. صمون فرن اوتوماتيك. اعضاء الموكب اللي موجودين قاسم واستاذ عقيل هم على الفرن الشوي. عندنا استاذ هادي وصلاح العبد الحسن على الخماره. تطلع هاي الصمونه. هاي الصمونه من تاج شباب. بالمناسبه استاذ تركي، الموجودين بالفرن لا هم داخلين دورات مال فرن ولا متعلمين بالخارج، اجوا وتعلموا وانشئوا واشتغلوا بالفرن من طريق خدمة الإمام الحسين. أستاذ تركي، نشكر مشاعركم وتضامنكم وخدمة الإمام الحسين سلام الله عليه. احنا مثل ما قال أستاذ فاضل أبو عباس إنه الخدمة الموجودين هنا هم شفتهم حلقة متصلة. حلقة متصلة. والله يا أبو علاء يعني احنا هسه شوف ملابسنا ونأسف يعني نطلع بهذا المنظر، لكن الإمام الحسين ما كنت أسف. نحمد الله ونشكر على هاي الخدمة. الجو هنا حار جدا، لكن رغم هاي الحرارة ورغم هذا التعب ورغم هذا التعرق اللي تشوفه هسه عندنا، احنا نحمد الله ونشكره ونسأل الله عز وجل انه بحبيبه الحسين يتقبل جزء من هذه الخدمة. كل انسان إلى منهج حياته عنده هدف اسمه هدف، وهذا الهدف اللي نطمح له بأنه العلا إن شاء الله على طريق الحسين. أنا صار لي تقريبا 17 سنة. هي السنة تمر مرور السحاب ما نعرف بالوقت، لكن ذن ال10 أيام أو ال15 يوم اللي هنا تحس إنه ذن إنجازك بالسنة اللي مضت كله. فهذا الشعور ما أعتقد واحد يقدر يوصفه لأنه الكلمات تعجز، لكن هو بس الإنسان اللي يعمل بهذا المجال يحسه إحساس وصف ما أقدر أوصفه، لأنه حقيقة الكلمات ما أقدر أجمعها. الشعور عمل بخدمة زوار أبا عبد الله الحسين. يجي الزاير نستلم ملابسه نخليهم بالغسالة. عندنا عمال هنا موجودين، مجموعة شباب خدمة. أغاتي نغسل الملابس ونشرهن ورا على ما يسبح ويطلع من الحمام نعطيه ملابسه. احسن يكون ممنون هو الزاير، واحنا مرتاحين بهذا العمل لانه خدمه زوار ابا عبد الله الحسين عليه السلام. الوجبات السريعه يجهز اللي حكينا بالقسم ذاك الصمون. هنا عندنا مجموعه شباب يجهزون وجبات سريعه. والله نبدي احنا شغلنا الساعه 6 الصبح، كان كل يوميا شغلنا لحد ما يبدي الساعة 8 الصبح إن شاء الله. احنا نشتغل شغلنا، نبدي شغلنا مباشر لحد الساعة 12 الظهر. احنا شغلنا الدور يبدأ عندنا وجبة غدا.
مو وجبات سريعه، وجبات غدا. والدور يجي شديد، اخذنا استراحه ريست الرئيسيه. وجبه رئيسيه. اي مروقات. ناخذ ريست استراحه ساعتين ونرجع نجهز للورا الغداء. حاليا مسؤول قسم الصيانه الكهربائيات والماء والشك والشيء الصيانه موجود بالموكب، فابو سيف على الحسون هو اللي مسؤول. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نحن خدمة موكب وأنصار الحوراء عليه السلام نستقبل الزوار على الرحب والسعة وكافة الجنسيات ومن مختلف ألوان المجتمع. أنا باعتباري كمسؤول على صيانة الأجهزة الكهربائية والكهربائيات، كل موسم من زيارة الأربعينية نقوم بتهيئة الموكب من ناحية الكهربائيات، الإنارة الخارجية، النشرات، القطع التعريفية للموكب نسوي لها إنارة مثل هاي القطعة الموجودة، إنارة المفرزة. ونحن ممتنين من كل زائر أن يضيفنا ويشرفنا، وخدمة الحسين هو شرف لنا. الحسين أقدس عشيق خلى صيتي عروف، وهو دربي ومسلكي وعنا لا ما انحرف. كنت انا بوسط اهالي تل عفر الحبيبه يجي يخدم ويانا سنويا، من تل عفر يجي يخدم ويانا هالشباب المجموعه. زين والله زين. طبعا احنا زين والله انصار الحوراء من اهالي المشخاب. عملنا هو تحضير الشاي والعصاير، الزبيب والتمر الهند والنوم بصره والمشمش. طبعا الزبيب انه يشتغله درجه اولى. محمد الرحيم قناه المشخاب على تعبها هذا وعنائها وخدمتها للزوار ومتابعتها للمواكب. احنا هنا موكب وحسنية انصار الحوراء اهالي المشخاب. هاي المفرزه تابعه للموكب، هي طبعا اهليه تمويل ذاتي يعني، ونقوم بالخدمه ويا الناس وجاهزه من العلاجات، من ابار، من علاج، من حبوب. موفقين. نشكركم، نشكر قناه المشخاب مره ثانيه. يا الله يسلمك. السلام عليكم عمو. وعليكم السلام عم. شلونك؟ زين. جواك الله. انتم قاعد تنظفون هنا في هذا الموكب، شو اسمك انت؟ عباس. عباس شنو؟ نبيل. بأي موكب تخدم؟ أنصار الحوراء. أنصار الحوراء. بيا صف قلنا؟ أول متوسط. مرتاح إن شاء الله بهذه الخدمة؟ إيه. كم سنة صار لك هنا تخدم؟ 5 سنين. 5 سنين. إيه. أحسنتم، موفقين إن شاء الله أنتم حسينيين، وإن شاء الله في ميزان حسناتكم إن شاء الله. يا حسين اضمع معايرنا وطيحنا بيك